أهلا بكم في عايدة ويبينار. أحب أرحب بكل المشاركين معنا وأشكرهم على حضورهم. برحب بعميدة الكلية الدكتورة أمال الغزاوي وأشكرها على حضورها ودعمها دايما. ودلوقتي معانا دكتور نهلة نشأت، محاضرة في الصحافة والنشر الإلكتروني. هنتناقش معاها عن الذكاء الاصطناعي في مجال الدراسة، وكمان هتكلمنا عن شخصية دانا، وهي AI Character مصممة من طلاب ال CIC بقسم صحافة، بالإضافة للميتافيرس. ومعانا أستاذ وليد تركي، ICT Operations and Technical Support General Manager، وهيكلمنا عن استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجال العمل. تكنيكال او هيدخل فيها الماشين ليرنينج، لكن في نفس الوقت في 97 مليون وظيفه هيتم خلقها وهتحتاج لكوادر بناءه عشان تبني بيئه رقميه تبقى قادره ان هي تحتوي كل التطور اللي الانسان بيحطه على الاله وعمليه الموتيفيشن للشكل الاله ذات نفسها. عشان كده احنا بنقول دايما انه الذكاء الاصطناعي مطلوب ومطلوب انه يتواجد بشده، لكن ده مش معناه ان البني ادم هيختفي. عندنا شغل في مجالات كتيره جدا زي التكنولوجي، زي الديجيتاليزيشن، زي الانفورميشن تكنولوجي والديجيتال كوميونيكيشن والانترنت اوف ثينجز والبيج داتا والكاستم اورينتد في مجال العلاقات العامه والتعامل مع العملاء والريبريزنتيف والكاستمر سكسس انجينيرنج، وكل ما له علاقه يا جماعه بالجرين جوبز، وده مصطلح جديد في حياتنا. كل ما له علاقه بالتجديد الطاقه وكل الكاريرز اللي له علاقه بالاستدامه، لان ده بقى اصبح اتجاه قوي جدا في العالم كله، ان انا احول العالم للشكل النظيف والطاقه النظيفه وانمي عمليه التنميه المستدامه في جميع الاصعده. ومن اساس المجالات اللي بتحتاج فيها للاستدامه وللارتفيشال انتليجنس ابتدى يساعدنا فيها كتير جدا هو مجال التعليم. مجال التعليم هنتكلم عنه ونقول ان التعليم له شقين. الشق الاول في مجال التعليم على مستوى اعداد الماده التعليميه ذات نفسها او الماتيريال، والشق الثاني على مستوى التطبيق، الشكل الثيوريتيكال ماتيريال دي او الجانب النظري عندي عشان انتج ماده اعلاميه مبتكره وابتدي اعمل نماذج تحاكي الواقع وتسهل للطلبه وتسهل للدكاتره وتبسط لهم علوم كتير جدا جدا جدا. طيب الاول نموذج او اول شكل من اشكال اللي احنا هنتكلم عنه النهارده هو البلاتفورمز القايمه على انتاج المحتوى. ناس كتير جدا اما هتبتدي نتكلم على تشات جي بي تي وجيميناي 1.5 وحاجات كتير هتبتدي يجي لها نوع من انواع الذهول، هو ازاي بيكتب الكونتنت ده. احنا حابين بس نعمل بريف صغير قوي، هو ازاي اصلا اي منصه من منصات انتاج المحتوى بتتعمل او ازاي بتتخلق. احنا عندنا حاجه تقنيه اسمها الجنريتد ارتفيشال انتليجنس. الجنريتد ارتفيشال انتليجنس دي يعني اسمها تقنيه الذكاء الاصطناعي التوليدي. طيب كلمه جنريتد دي هي معناها هي القدره على توليد او استخراج بيانات، سواء البيانات دي كانت نصيه او مصوره، سواء كانت الصوره ثابته او متحركه. طيب ايه هي التكنيك بقى اللي بتعمل بيه البلاتفورمز دي عشان تطلع لي الداتا دي او جنريت الداتا دي؟ وهو دايما ده التاب اللي احنا هنشوفه اما نكتب البرومت بتاعنا هيبقى فيه دايما التاب اللي هو جنريت، اما هكليك على الجنريت هيبتدي يخرج لي الاوتبوت بتاعتي. طيب ازاي بقى التكنيكال بروسيس دي؟ احنا بنقول انه بشكل عام زي ما احنا شايفين الرسمه اللي قدامنا دي، انه البلاتفورمز دي بشكل مدقق قايمه على حاجه اسمها نيوترال نتوركس اندستري، يعني خلايا عصبيه، لكن بدل الخلايا العصبيه اللي موجوده في مخ الانسان هي خلايا عصبيه صناعيه. الخلايا العصبيه دي بناء على مجموعه، يعني كانها كده مجموعه من الرومز الاوض. الديفلوبر اللي قايمين على البلاتفورمز دي ابتدوا يخزنوا كل الخلايا العصبيه دي، ابتدوا يخزنوها بالمعلومات. بقى في خلايا عصبيه مسؤوله عن الطب، خلايا عصبيه مسؤوله عن انتاج المحتوى، بقى في خلايا عصبيه مسؤوله عن الجيولوجيا، عن الفيزياء، عن الكيمياء، عن الاحياء، وحطوا فيها مجموعه من البيانات والمعلومات هائله. يكفي ان احنا نقول انه البلاتفورمز بتاعه توليد المحتوى فيها ما يقرب من 44 زيتا بايت. وكلمه زيتا بايت دي ممكن تكون غريبه على مسامع ناس كتير مننا. الزيتا بايت بيعادل 44 زيتا بايت بتعادل 44 تريليون جيجا بايت. يعني لو احنا تصورنا كده كم البيانات والمعلومات هو كم مرعب. وبناء عليه دايما هي الكلمه الاساسيه بتاعتنا لاي تعامل مع بلاتفورم، كل ما كانت المدخلات بتاعتي الانبوت عدد كلماتها كتير ومفصله وشارحه، كل ما كانت الاجابه واضحه وقويه وقادر ان انا اتعامل معاها.
في شخص بيستخدم الشات جي بي تي وبيقول ان هو سطحي وبيطلع له اجاباته ومعلومات ضعيفه جدا، وشخص تاني بيستخدم الشات جي بي تي وبيقول ان هو ممتاز وان هو بيطلع منه بكميه بيانات ومعلومات قويه جدا. ايه هو الفرق بين الاثنين، او ايه هي التريك، تيبس اند تريكس كده اللي عملها ده وما عملهاش ده؟ هي البرومت او الكومنت، الامر اللي انا بحطه له عشان خاطر يقدر يخرج لي المنتج اللي انا هبقى راضي عنه. طيب نبتدي بقى ننقل النقطه اللي بعد كده. يكفي ان احنا واحنا بنتكلم عن الشات جي بي تي نقول كده بس ستاتيكس وغنطوطه قوي عنده، ان هو الشات جي بي تي في بعد 5 ايام من انطلاقه سنه 2022 حصد مليون زاير. الرقم ده حصده فيسبوك بعد 6 شهور من انطلاقه، وحصده الانستجرام بعد 3 شهور ونص. فده ان دل على شيء فانه يدل على انه بنك معلومات جم جدا بالمعلومات وزاخر في كل العلوم مش في علم معين. طيب النقطه اللي بعد كده، طيب بنقول عليه جامد كده وبنقول عليه يعني هو اقدر اقول له مثلا ماتش الاهلي والزمالك اللي كان من كام يوم نتيجته كام هيقول لي؟ هقول لك لا، هو مش هيقدر يقول. طب هو ازاي جامد قوي كده وازاي هو متطور وي وما يعرفش النتيجه بتاعت ماتش الاهلي والزمالك؟ انتوا بتقولوا تشات جي بي تي ده عارف كل حاجه. هقول لك انه تشات جي بي تي الديفلوبر بتوعه عملوا له داتا او خزنوا له الداتا لغايه 2022. يعني اي حاجه بعد 2022 هيقول لك انا ما عنديش علم بالنقطه دي. ده بالنسبه لتشات جي بي تي. في محركات بحثيه ثانيه الديفلوبر نموها بالبيانات والمعلومات الى وقتنا الحالي زي جيميناي اللي هو تبع جوجل. طب ليه بقول عليه جامد قوي كده وازاي ما ردش عليا؟ هو مش ما ردش عليا عشان الزمالك كسب فهو اهلاوي فهو زعلان مني فمش هيقول ان الزمالك هو اللي كسب، لا، هو ما تخزنش او ما تغذاش بالمعلومه. وده برضو هنسترس للمره العاشره ان دل على شيء فهو يدل انه ده ماشين، لا لانجوج موديل اللي انا بغذيه بيه هو بيقوله لي. هو ما حدش دخل له الداتا بتاعت ان الماتش كان كام فهيجي يعطل ويقول لك ما اعرفش. لكن على الصعيد الاخر هو ايه؟ هو عنده كم بيانات ومعلومات ساينتفيكال وفي مجالات كتيره جدا ومختلفه مرعبه. انا مش لازم، مفيش بلاتفورم او مفيش نموذج في كل حاجه انا عايزاها. اللي فيه كل حاجه انا عايزاها هو علم الهي منزه ملوش اي علاقه بصنع البشر. طيب ايه اللي احنا نعمله بقى عشان نستخدم تشات جي بي تي؟ هقول لك انه دايما what you put in you get it out. طيب يعني ايه what you put in you get out؟ يعني اللي انت هتكتبه له بناء على اللي انت هتكتبه هو هيطلع. طيب طالما بناء على اللي انا اكتبه هو هيطلع، قال لي ان في حاجه اسمها هندسه الاوامر، البرومت بتاعي. يعني ايه هو السؤال اللي هساله له وايه الشكل بتاع السؤال اللي هساله له عشان يطلع لي الاوتبوت الصح. هنبتدي نفتح الشات جي بي تي كده، واللي عايز يطبق معانا او حابب يطبق معانا مفيش اي مشكله يا ريت. هنفتح الشات جي بي تي وهنبتدي نبص على الانترفيس بتاعته. نيو شات، لو انا عايزه اعمل شات جديده وانت بتعمل لوج ان، خلاص ما بقاش فيه موضوع ان انا احتاج في بي ان والكلام ده، خلاص هو بقى متاح في كل الدول العربيه. وهبتدي هنا في التاب اللي عندي ده الخاص بكتابه البرومت بتاعي هبتدي اكتب له الامر اللي انا عايزه. طيب لو خدنا اول مثال من امثلتنا كده في الباوربوينت برزنتيشن هنقول ايه؟ هنقول ان احنا لازم في التشات جي بي تي لازم يبقى عندنا شكل معين من اشكال كتابه الاوردر. طيب لو بصينا هنا على المثال اللي عندي، اول حاجه بنقول ان دايما في الشات جي بي تي عشان خاطر تاخد منه افضل نتيجه لازم يخليه يتقمص شخصيه. يعني اعتبر نفسك مبرمج، اعتبر نفسك دكتور جامعي، اعتبر نفسك طالب مطلوب منك كذا. وبعد ما تقول له خد شخصيه معينه ابتدي قول له الهدف من تقمصه للشخصيه دي. اعتبر نفسك طالب عنده تكليف او assignment يعني، ومطلوب منه التكليف ده في الموضوع الفلاني، والتكليف ده عن موضوع كذا 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 كذا، والتكليف ده عايزه في كذا شريحه 10 شرايح، على ان يكون الشرايح دي او الباوربوينت برزنتيشن كله اللي عندي مثلا في خلال ربع ساعه مطلوب مني، واللغه بتاعته تكون سهله وبسيطه، اللغه بتاعته تكون اكاديميك، اللغه بتاعته تكون عاميه، اللغه بتاعته تكون انجليزيه ايا كانت. يبقى هنا انا عملت ايه؟ خليته يتقمص شخصيه. وهي دي التكنيكال. لو احنا بصينا كده على الجدول ده هو نموذج كتابه البرومت بتاعي. اول حاجه خليته يتقمص شخصيه،
وبعد كده حطيت سياق اللي هو الهدف من يعني سياق الموضوع، انا الشخصيه دي بعمل ايه فيها، انا طالب عندي تكليف. طيب التكليف ده في موضوع ايه؟ ده التارجت، مين تارجت بتاعي؟ التكليف ده في موضوع ماده مثلا صحافه المواطن، التكليف ده في الاتصالات التسويقيه المتكامله، التكليف ده كتابه سكريبت لفيلم مثلا او لبرنامج، وهكذا. طيب الصيغه بتاعتي عايزها تبقى ايه؟ هل الصيغه دي عايزها فورمال، عايزها عاميه، عايزها معقده، عايزها بسيطه؟ انا في بعض الاحيان ممكن اكتب لشات جي بي تي اعتبر نفسك مدرس مثلا فيزيكس وانا المفروض اشرح نظريه اينشتاين، لكن انا المفروض اشرحها لطفل عنده 10 سنين، فاستاذنك تكتب لي شرح نظريه اينشتاين بطريقه تاهلني ان انا افهم الطفل ده ايه هي نظريه اينشتاين. هيطلع لي طريقه الى حد ما تكون متناسبه مع سن البرسونا اللي عندي. طيب الطريقه ما عجبتنيش، الشات جي بي تي لا يكل ولا يمل من كتر الاسئله. لو الطريقه ما عجبتنيش تقول له اجابتك مش عجباني او ما ردتنيش، اديني اجابه ثانيه، اديني اجابه ثالثه. اللغه اللي انت عاملها معقده، بسط اللغه. اللغه عايزها لغه عاميه، عايزها لغه عربيه فصحى، عايزها يابانيه، وهكذا. كل ما انت هتديله اوردر، كل ما انت هتعمله فولو اب، كل ما هو هيطور من اجابته. عشان كده احنا بنقول ان هو تعلم الاله، هو بيتعلم من حضرتك من خلال المكتسبات اللي هو الاسئله اللي حضرتك بتديها له دي، هو بيتعلم منك. هو انت ممكن تكون عايزه ايه، ممكن تكون عايز ايه. لو انت عندك صفحه لشات جي بي تي وبتسال اسئله كتير في نفس الموضوع، بعد كده لو انت حتى ما قلتلوش شكل السياق والمين اودينس اللي حضرتك هتكلمه، هتلاقيه اوتوماتيك بيحط لك ان انت بتخاطب طفل عنده 10 سنين. ليه؟ انا عملت له عمليه اوتومايزيشن، انا خلاص قلت له ان هي دي التارجت اودينس بتوعي، فانت لما تكلمني في اي موضوع كلمني في النقطه دي. عشان كده بنقول ان هو ماشين ليرنينج، انا زي البيبي كده بعلم الاله بتاعتي واحده واحده. طيب هنيجي بقى ناخد مثال. مثلا بما ان احنا طلاب ودكاتره جامعيين، هناخد اول مثال عندنا على تحضير المحاضرات او تحضير الماتيريال او الكونتنت. قبل ما ادخل على الامثله، في حد عنده اي اسئله في النقطه دي؟ الصمت لغه العظماء، بس يعني كله تمام، كله واضح. طيب تمام، نكمل. طيب انا هنا كتبت ايه البرومت بتاعي او الكومنت بتاعي. تصور انك دكتور جامعي، خلاص اهو انا حطيت له الشخصيه او السياق بتاعي، تقمص شخصيه الدكتور. طلب منك اعداد محاضره حول صحافه الذكاء الاصطناعي. الايه الايم بتاعي او الهدف بتاعي هو على ان تتكون المحاضره من عنوان. انا قلت له ان انا عايز الليكتشر دي او الاساينمنتس دي اللي هي البرزنتيشن عباره عن عنوان للموضوع، وبعد كده 15 شريحه، 15 شريحه فيها انفو عن صحافه الذكاء الاصطناعي. وتكون المحاضره متقسمه على الشرائح على ان تكون المحاضره بلغه علميه دقيقه، حطيت اللغه اهي، وسهله الفهم. يبقى انا عملت زي كده هندسه للامر، حطيته في قالب معين. وهتبتدي لو احنا هنا جينا بصينا على السهم ده المفروض ان هو عمليه الجنريشن. يعني انا بقول له كده ايه، جنريت البرومت اللي عندي ده وطلع لي الاوتبوت اللي انت شايفها انها تصلح للاجابه على هذا السؤال. هنبتدي نعمل جنريتنج اهو. انا بس هستنى لغايه ما يكتب عشان بعد كده نعمل اناليسيز للانسر اللي طلعت. سبيكر وليد تركي اي سي تي، وليد تركي اي سي تي جنرال اتفضل. طيب هو كده خلص من الشريحه 12 ل 15 قايل لي كده، يبقى خلاص انا وصلت للشريحه 15. ابتدي بقى ابص على الاجابه من الاول. هو بيقول لي اني بالطبع سابدا بتحديد العنوان المناسب للمحاضره، وبعد كده هو بيفهمني الامر اللي خده مني ده هو عمل له تحليل او ترجمه ازاي. فاول حاجه قال لي انه انا بقترح يعني عليك او عليكي، بما ان انا الديفلوبر بتاعته دلوقتي، ان العنوان بتاع المحاضره يبقى تطور صحافه الذكاء الاصطناعي من التحليل التنبؤي الى الانتاج التلقائي. ده عنوان المحاضره. ابتدى يقول لي انه اول سلايد عندي هو بيقترح انها تبقى عن تعريف الذكاء الاصطناعي في سياق الصحافه، وبعد كده تبقى
اهميه تطبيق الذكاء الاصطناعي في تحسين عمليات الصحافه، وهكذا. ابتدى يقول لي سلايد 2 فيها ايه، سلايد 3 فيها ايه، سلايد 4 فيها ايه، وهكذا لغايه ما وصل للسلايد الاخيره، وقال لي انه السلايد الاخيره بشكل كده لوجيك زي ما احنا بنعمل، سواء حضراتكم بتعملوا في الاساينمنتس بتاعكم او احنا بنعمل في الليكتشر بتاعتنا، لازم في الاخر نعمل كده زي ايه سؤال او نعمل ديسكشن او برين ستورمنج نناقش فيها الولاد عن حاجه احنا عايزين نتكلم عليها في المحاضره اللي بعديها او حاجه اوريدي اتكلمنا عليها. فقال لك انه اوعى تنسى ان في اخر سلايد تعمل زي استعراض للاسئله وتعمل ديسكشن وتقول فرصه لمشاركه لطرح الاسئله ومناقشه الافكار والتحديات وهكذا. طيب هل حضراتكم شايفين ان الشرايح كده تصلح ان انا اخدها كابي بيست تبقى باوربوينت؟ لا. طب ما فين الكونتنت؟ مش هو بيولد محتوى؟ طب ما هو قال لي الشريحه الاولى فيها كذا، الشريحه الثانيه فيها كذا، هو حط عناوين انما ما حطش كونتنت للحاجات دي. هرجع واقول انه دي آلة، هو طلع مخرجات، ايه اللي انت حطيته؟ قلت لي حط لي تصور، هو ده التصور. طيب هذا التصور بقى المفروض ان حضرتك هتعمل له فولو، هتقول له مثلا افتراضا انت عندك في الشريحه الاولى تعريف الذكاء الاصطناعي في سياق الصحافه، فهقول له ايه بقى؟ هعمل فولو للبرومت الاولاني، تكلم اهو، هقول له هنا ايه؟ تكلم بالتفصيل عشان يكتب لي حاجه مفصله عن تعريف صحافه الذكاء الاصطناعي. انا كده خدت ايه؟ خدت اول مين توبيك عندي وقلت له طب اتكلمني عنه بقى عشان ابتدي اعمل انبوت للشريحه ذات نفسها. انا حطيت زي ما بنقول كده العظم بتاع الباوربوينت ذات نفسه، حطيت الاساس. طيب احط بقى الداتا بتاعتي بالظبط فين؟ اهو بتكلم بالتفصيل عن تعريف صحافه. انا خدت كده ايه؟ توبيك معينه، هيبتدي يقول لي صحافه الذكاء الاصطناعي، هيبتدي بقى يشرح. لو حضراتكم بصيتوا كده عملتوا ماكسمايز للصوره، هو بصوا كل الجنريتد انفو دي هو بيتكلم فيها عن تعريف صحافه الذكاء الاصطناعي. لو احنا بصينا على حاجات مهمه قوي كده تحت على الشمال، في هنا كابي، بعد كده هنا في ريجنريت. ريجنريت ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان حضرتك الاجابه اللي انا جاوبتها لك دي مش عاجباك، ما ظبطتش معاك، او ده مش المين تارجت بتاعتك في الاجابه، اعمل لي اعاده توليد للمعلومات، دور لي تاني في النيورال نتوركس بتاعتك عشان تطلع لي بيانات والمعلومات اكتر. عفوا. طيب انا ممكن اقول له ريجنريت، وبعد كده قبل ما اقول له ريجنريت لو خدتوا بالكم هنا بيقول لي هل الاجابه اللي انا حطيتها لك دي استحسنتها ولا ما استحسنتهاش؟ في هنا ايه؟ باد ريسبونس. هو ليه حاطط باد ريسبونس مش حاطط جود ريسبونس؟ لان هو عايز يطور نفسه من البرومت بتاع حضرتك. هو ما يهموش ان هو يحقق المين تارجت بتاعك ان هو يطلع لك المعلومه، هو يهمه انه يحسن نفسه عشان بعد كده لما حد يجي يسال عن حاجه شبيهه ما يطلعلوش الحاجه بالمنظر ده، يحاول ان هو يعمل امبروفمنت للاوتبوت بتاعته. طيب حضرتك لو عملت باد ريسبونس وبعد كده رحت عامل ريجنريت او قلت له الاجابه لا تعجبني، وعلى فكره شات جي بي تي بالمناسبه كلموا عامي، كلموا باللغه الشعبيه المصريه بتاعتنا، كلموا باللغه العربيه الفصحى، هو معاك في اي حاجه. لا تعجبني مثلا هذه الاجابه، احنا بنتكلم بكل اللغات عشان خاطر ما تحاولش تدور على صيغه او وسيله ان انت تقول له بيها اللي انت عايزه، لا اكتب اللي يجي على بالك وهو هيعمل عمليه تطوير، لان هو اوريدي عنده انبوت بالحاجات دي. اجب بشكل اكثر تفصيل ولغه، بصوا بقى احنا هنا هنعمل الايه تويست ده، ولغه عاميه مصريه. لو انا مثلا محتاجه ان انا اعمل اعلان، وده هنشوفه بعد كده، هيعمل لي ايه؟ هيقول لي طبعا هيا لنجعلها اكثر وضوحا. بصوا من اول كلمه انا مش محتاجه بقى ان انا ابص على الجنريتد انفو اللي تحت. لو احنا بصينا على اول سطر، صحافه الذكاء الاصطناعي ببساطه هي كذا. كلمه ببساطه دي مستحيل هو لو اتكلم بلغه عربيه هيستعين بيها بشكل اساسي. هي استخدام التكنولوجيا لتحسين عمل الصحافه. اللي بعديها كمان مهمه، بنقدر نقول انها زي مزيج بين الصحافه والعلوم الكمبيوتريه. عمل ايه هنا؟ هو بسط من اللغه بتاعته، غير من اللانجوج بتاعته بناء على طلب حضرتك. لو انا قلت له ترجم الاجابه دي باللغه الانجليزيه هيعمل كده، وحضرتك هتاخد
الانفو دي اللي جات له او الانسر اللي هو اداها لحضرتك، وهتعمل لها كاب بيست عندك في الباوربوينت برزنتيشن وهكذا. طيب هناخد مثال تاني سريع كده عشان ما نطولش في الامثله. هنفتح البرزنتيشن ونشوف مثال تاني. بصوا بقى مثال بنقول فيه اعتبر نفسك انك مدرب وعايز تكتب بوست للفيسبوك. احنا عارفين ان بوست الفيسبوك لو انت عايز تعمل بروموتنج لحاجه بتبقى يعني فيها لغه عاميه شويه، وبتعمل نوع من انواع جذب عشان تعمل نوع من انواع الكاتشي او جذب الانتباه. فانا هنا بقول له اعتبر نفسك مدرب وعايز تكتب بوست للفيسبوك. البوست ده تعلن فيه عن كورس انشاء محتوى مرئي للسوشيال ميديا. انت كشخص عندك كونتنت انستراكتور وعايز تقول للناس ان انت بتدي كورسز، وعايز تلفت نظرهم على الكورس بتاعك، وعايز تكتب بوست تشجع فيه الناس انهم ينضموا للكورس. قول لي عنوان البوست وقول لي المحتوى بتاع البوست بالعاميه المصريه في حدود 5 أو 6 أسطر بالكثير. فلو جينا عملنا كوبي للكومنت ده او البرومت ده وعملنا هنا بيست على تشات جي بي تي وعملنا جنريت، هنلاقيه بيقول لك ايه؟ عنوان البوست: بوست كورس انشاء محتوى مرئي للسوشيال ميديا، ابدا رحلتك في عالم الابداع. ما اتكلمش عربي مكسر اهو، هيبتدي بقى يتكلم بشكل عامي. قال في الاول ايه؟ يا جماعه معانا كورس جديد مش هتتعلم فيه مجرد انشاء محتوى، لا هتتعلم تبتكر وتبني عالمك الخاص في عالم السوشيال ميديا. حتى الايموجيز اللي ممكن تبقى كاتشي او تلفت انتباه الجمهور هو ابتدى يستخدمها. وعلى فكره هو مش افضل بلاتفورم بيستخدم الايموجيز دي، جيميناي 1.5 افضل منه، وفي اللي افضل واللي افضل، بس بشكل عام كحاجه فور فري مش بيد، جيميناي 1.5 وتشات جي بي تي هما الاكثر ذكاء والاكثر قوه في انتاج المحتوى التعليمي وكمان الدعائي او التسويقي. وابتدى يقول لي مش هنقول انه سهل بس مش مستحيل، معانا هتكتشف انك قادر تطلع الابداع اللي جواك. وي البوست يعني ايه؟ يتحط له ممكن صوره، وعلى فكره في تشات جي بي تي 4 اللي هو المدفوع اللي هو ب $20 كمان هيحط لك الصوره وهيديك زي كده ايه ما بنقول البوست كله بونبونيه، حضرتك هتحط كوبي بيست. طيب النقطه اللي بعد كده، انا كل الكلام ده عاجبني وتمام وحلو قوي قوي قوي، بس انا عايز من خلال الباوربوينت برزنتيشن بتاعتي احطها في الباوربوينت اوفيس بتاعي. انا يعني راجل تقليدي واحب ارجع لقديمه. انا هفتح الباوربوينت بتاعي، عايز الحاجه تبقى موجوده وسهل ان انا اعمل لها جنريت. انا مش عايزه ادخل شات جي بي تي واقعد اعمل كوبي بيست في حين انه الموضوع سهل جدا. يعني في علامه الكوبي هنا، هتكبير هتحط على طول في السلايد بتاعتك. طيب احنا لو فتحنا بقى الباوربوينت برزنتيشن العاديه، اي باوربوينت برزنتيشن، هنلاقي هنا لو قلنا نيو هنلاقي هنا ايه؟ في الانسيرت هنلاقي هنا ستور. كلمه ستور دي اللي هو المتجر او المخزن. ابس فور اوفيس، يعني الابلكيشنز اللي بيتيحها مايكروسوفت اوفيس. من الابلكيشن اللي بيتيحها مايكروسوفت اوفيس هو تشات جي بي تي. لو احنا كده هنا كتبنا كتبنا تشات جي بي تي وعملنا انتر، هيعمل ايه؟ هيقول لي هو تشات جي بي تي فور باوربوينت. يعني هو بيقول لي ان انا اقدر انكلود البلاتفورم بتاع تشات جي بي تي في الباوربوينت بتاع حضرتك. انت حضرتك مش محتاج تروح لي للتشات جي بي تي على المايكروسوفت ايدج وما تتعبش نفسك، انا هجيبه لك لغايه عندك في الباوربوينت. طيب هنا قال لي حاجه مهمه قوي، قال لي انه لازم عشان احط تشات جي بي تي في الباوربوينت لازم عندي يبقى ليا ليسنس تيرم وبرايفسي بوليسي، يعني لازم يبقى ليا حساب رسمي على المايكروسوفت. هقول له كنت يعني انا معاك مفيش مشكله، انا ما عنديش حساب رسمي على مايكروسوفت، عامل حساب عادي خالص على مايكروسوفت. وعشان كده هو بيقول لي هنا هتلاقيه بيقول لك ايه؟ وي ابولوجايز فور ذا inconveniences. يعني ايه الكلام ده؟ يعني احنا اسفين ان احنا مش قادرين نعمل لك نوع من انواع رد استجابه او جنريت للمعلومه. ليه؟ لان حضرتك ما عندكش ايميل رسمي على مايكروسوفت اوفيس. طيب هيجي هنا في يوز ذا اونلاين فيرجن اوف باوربوينت، لو حضرتك دوست عليها هيدي لك الباوربوينت بتاع الاوفيس اونلاين وهيربطه لك بالدرايف بتاعك بحيث ان انت تعمل جنريتد للباوربوينت برزنتيشن. وبعد ما تخلص خالص انت مش محتاج تعمل يعني ايميل رسمي، بعد ما تخلص خالص
تعمل له داونلود ويبقى كده عندك الباوربوينت برزنتيشن. طيب لو فتحنا هو هنا هنفتح الباوربوينت برزنتيشن بتاع المايكروسوفت اونلاين، وادي الانترفيس بتاعه. هنقول يعني شريحه جديده او سلايد جديده، وهنقول هنا في كلمه insert. هنروح حاطين ايه؟ هنروح حاطين ثانيه واحده اهو، لا سوري مش insert، في هوم جنب فايل على طول في هوم. هنروح رايحين لهذه العلامه وهي add ins. دي يعني حط اي اضافات حضرتك عايز تضيفها، وهنكتب هنا فوق في السيرش تشات جي بي تي، وهندوس على تشات جي بي تي. هيبتدي يقول لي ايه؟ هيبتدي يقول لي نيو فيرجن از افيلبل. ادي الفيرجن الجديد بتاع تشات جي بي تي عندك على الباوربوينت، تقدر تعمل جنريتد للانفو براحتك. طيب هنا بيديني اختيارات create from topic، create from text، create from YouTube. لو انت عايز تكريشن من فيديو، تكريشن من تكست، او تكتب توبيك. لو انا اخترت ان انا عندي assignment وعايز اكتب توبيك مثلا زي citizen journalism، تمام. ننزل بقى تاني على الاوتبوت، سوري الانبوت اللي انا هدخلها. هو بيقول لي حضرتك عايز البرزنتيشن ده بالعربي ولا ان انجلش؟ لو انا مثلا عايزه بالعربي على حسب. هو بيقول لي نمبر اوف سلايدز، هو بيقول لي ايه هي عدد السلايدز المتاحه لفور فري عندك. هم كانوا 7 بس هم دلوقتي للاسف طبعا هم كل مدى بيقلصوا الامكانيات المتاحه لفور فري عشان خاطر يزقوا الناس ان هم يشتركوا في هذه الامكانيات ويجروا رجل الناس يعني بشكل او باخر. طيب انا قلت ان انا عايز الماكسيمم سلايدز، عايز 7 سلايدز. طيب هقول له كمل انشئ. هو هنا بيقول لي ايه؟ wait for a few seconds. هو بيعمل ايه؟ بيعمل جنريتد من شات جي بي تي على الباوربوينت بتاعك عشان يعمل لك الباوربوينت برزنتيشن اللي انت طلبته. لو جينا بصينا كده هنقول لك ايه؟ تايتل الصحافه المواطنيه. هو قال ان السيتيزن جورناليزم دي، عشان احنا كنا كاتبينها بالانجلش، فقال لك ان السيتيزن جورناليزم دي عندي انا ترجمتها، عملت جنريتد انفو عن صحافه المواطن. تاني توبيك مفهوم الصحافه، ادوات صحافه المواطن، دور صحافه المواطن في المجتمع، التحديات والفوائد، امثله ناجحه. هو حط لك عنوان لكل سلايد. طيب بعد العناوين ده حضرتك هتقف عند العناوين ولا هتديني جنريتد انفو تكست للعناوين دي؟ هو هنا بيديني اختيار الكونتنت اللي عندك، عايزه شورت ولا ديتيلد يعني مفصل. هقول له لا، اديني كل الداتا اللي تقدر تعملها. وبقى كمان بيقول لك انا عندي اكتر من ديزاين، ايه الديزاين اللي انت تحب ان انت تستخدمه؟ وابتدى يدينا مجموعه ديزاينز. مثلا اخترنا واحد بشكل راندوملي كده، هيبتدي هنا يقول لي ايه؟ انا بكرييت السلايدز بتاعتي، وابتدى يوريني البروسيس اللي عندي، generating content، inserting text و inserting image. يعني هو هيعمل ايه في الباوربوينت؟ هيحط content، الكونتنت ده هيعمل له كرييشن بما فيه التكست بتاعه والايمج بتاعته. هنبتدي نستنى اما نبص كده ونشوف ايه هي الحاجه اللي هيولدها او المعلومات اللي هيطلع بيها. هو كل ستيب بيتعمل عليها صح يبقى هو تخطاها وبيعمل كولكتنج للستيب اللي بعديها وهكذا. بصوا لو احنا جينا هنا بصينا على ناحيه الشمال هنبتدي نلاقيه ان هو بيبتدي عرض الداتا اللي اوريدي هو عمل لها جنريت اهو. الصحافه المواطنيه طبعا كل السلايد دي هو بيديني اوبشن او كل الفاسيلتيز في ان انا اعدل سواء الشكل او سواء ان انا اعدل التكست او سواء ان انا اعدل الايمج او اي شيء ممكن. وابتدى يعمل لي جنريتد اهو السلايدز الخاصه بالمحاضره بناء على الفورم اللي انا اخترت ان انا احط فيها الداتا بتاعتي. لو احنا جينا كده بصينا بشكل عشوائي على سلايد من السلايدز دي، هو هنا بيقول لي خلاص انا ايه يور سلايدز ار ريدي، خلاص انا المفروض اقول له ده شكرا. سلايد اهي بشكل عشوائي قال لي مفهوم الصحافه المواطنيه او مفهوم صحافه المواطن. ابتدى يعمل لي تعريف لصحافه المواطن. طبعا هو الخط صغير انا ممكن سهل جدا اهو ان انا ان انا اكبره او اصغره ايا كان، اعمله بولد، احط تحتيه خط، ما احطش، اكبر التكست ذات نفسه بتاعه. انا بقى دي بتاعتي اعمله محاذاه لليمين، محاذاه لليسار، الالاينمنت بتاعته، الكلام ده كله. ابتدى يقول لي التعريف، ابتدى يقول لي الاهميه، وابتدى يقول لي التاثير الاجتماعي. وفي سلايد ثانيه دور الصحافه المواطنيه في المجتمع. وابتدى ينشئ لي باوربوينت برزنتيشن يعني جاهزه عن الموضوع اللي انا كلمته فيه. طيب هو بيقول لي 7 سلايد بس،
طب انا افرض ان انا عايزه اعمل ليكتشر من 20 سلايد، طيب بعد السبعه دول هبتدي اعمل كرييت فروم توبيك تاني، واروح مديله توبيك تانية عن نفس الموضوع بتاعي، او يعني فكره تانية اتكلم لي مثلا عن تاثير صحافه المواطن على الاودينس بتوعي او الجمهور. هبتدي اعمل ايه؟ كرييت، هيروح عامل لي جنريتد للسلايدز الثانيه وحاططها ورا السبعه الاولانيين، هيبقى عندي سبعه ورا سبعه ورا سبعه وهكذا لغايه ما اعمل السلايدز اللي انا عايزاها بالكونتنت اللي انا عايزاه. طيب النقطه الاخيره في شات جي بي تي، عشان طبعا عشان الوقت، لان احنا عارفين احنا محددين ب 45 دقيقه، يا رب ما تكونوش زهقتوا. اخر نقطه وبعد كده ناخد اسئله لو في حد عنده اي اسئله، ان انا ازاي يبقى عندي ماتيريال يعني سواء انا بدرسها او سواء انا بتلقاها تدريسيا، وادرب نفسي ازاي ابقى شاطر فيها. يعني ايه الكلام ده؟ يعني مثلا افتراضا انا عندي محاضره، المحاضره دي لو جينا فتحنا كده اي محاضره بشكل عشوائي كده، مثلا برضو صحافه المواطن واضح انها يعني واخده نصيب الاسد من المحاضره. مثلا انا هاخد ده جزء، يعني دي يعني زي ما بنقول انترو كده لمحاضره، لو خدنا الجزء ده وعملنا له كوبي تمام اهو، ورحنا على الشات جي بي تي بتاعنا وحطينا الجزء ده، يبقى احنا كده عملنا له ايه؟ انبوت. احنا كده ابتدينا نطور فيه وقلنا له ان الجزء ده عندك، هنقول له ايه بقى؟ هنقول له البرومت اللي احنا حاطينه ده، وهو قم باعداد 10 عبارات صح وخطا من الموضوع السابق مع كتابه اجابه العباره. يعني حضرتك طلع لي 10 بوينتس صح وغلط اسئله، وكمان مش تطلعهم بس، لا ده انت تجاوبهم. طيب انا بعمل كده ليه؟ انا الكونتنت ده انا ذاكرته، او الليكتشر دي انا ذاكرتها، بس مش عارف انا ذاكرها كويس وذاكرها وحش. انا عايز حد يعمل لي تريننج كده على يعمل لي زي كويزز كده فيها، فهبتدي اقول له ايه؟ لا ولا تزعل نفسك، الشات جي بي تي هيبقى يور اسيستنت، هيبقى المساعد بتاعك. وهروح للشات جي بي تي واقول له اعمل لي، احط له البرومت ده واقول له من المحتوى السابق قم باعداد 10 عبارات صح وخطا من الموضوع السابق مع كتابه اجابه العباره. وانا لسه هدور في الكونتنت اللي عندي على اجابه، عشان كده بقول ان هو دايما بيساعدنا، انما هو ما بيستبدلناش. وهبتدي اشوف هيقول لي ايه. هنبتدي نبص. اولا هيلتزم بالعشر، لا هيعمل 9 ولا هيعمل 11، الراجل يعني دقيق جدا. هنبتدي نبص. صحافه المواطن تعتبر واحده من اهم التحولات في مجال الاعلام في العصر الحديث. ادي عباره قال لي صح. واحده ثانيه، صحافه المواطن لا يمكن ان تؤثر في نقل الاخبار وتحريك الراي العام. قال لي غلط، خلي بالك. وهكذا ابتدى يديني 10 عبارات صح وغلط مع كمان الموديل انسر بتاعها، يعني اذا كان دي صح او اذا كان دي غلط. طيب هنقف لغايه هنا عشان خاطر ننتقل لسكشن تاني، وهو توليد الصور، عشان خاطر انا مش عايزه بس اطول عليكم وما اصدعكوش. فلو في حد عنده اي اسئله او اي كومنت على اي حاجه اتقالت، يعني كل اذان صغير. زي حضرتك يا دكتور نهلة، عاملة ايه؟ الحمد لله يا دكتور دنيا. ده دكتور دكتور دنيا دنيا تمام. ازيك يا معلش بس اهلا بيكم جميعا بجد يا دكتور نهلة. انا عايزه اقول لك قد ايه استفدت من الجزء ده بس عن شات جي بي تي، وخصوصا الخاص في الباوربوينت. بصراحه دي كانت معلومات جديده بالنسبه لي، فحابه لا اشكرك وده جدا. جزء صغنطوط والله يا دكتور دنيا. بصي هو البلاتفورمز بتاعت الاي اي بشكل عام هي ما اثرتش بشكل عام في الاديوكيشنال، يعني ما اثرتش معانا خالص. وزي ما انا قلت كده انه مستحيل تستبدلنا. احنا دايما بنقول للولاد دايما فكر اوت اوف بوكس. فالعمر ما الشات جي بي تي او اي بلاتفورم ارتفيشال انتليجنس هيفكر اوت اوف بوكس. هو دايما داخل له مدخلات بيعمل لها عمليه تعديل، وبعد كده بيديني على حسب ما انا طلبت منه. انما هو ما بيبتكرش ولا بيبدع، الانسان بس هو اللي بيبتكر. هو بيعمل عمليه امبروفمنت للانبوت اللي عنده عشان يطلع لي اوتبوت اقدر استخدمها. فاحنا اللي بنستخدمه هو لا يستخدمه. نحاول نستخدمه افضل استخدام فعلا، يعني نبقى فاهمينه كويس عشان نقدر نطلع منه يعني اكتر استخدام ممكن. دي حقيقه. وان شاء الله دلوقتي هنتنقل على اليوتيوب، ازاي نستخدم الشات جي بي تي على اليوتيوب، ويعمل يعمل زي كده ما بنقول ان هو يفرغ السكريبت عشان خاطر يساعدنا في انه المحتوى الصوتي والمرئي يبقى كمان مكتوب. بس انا مستنيه بس الدنيا يعني اخد بس اي فيدباك، او لو حد مش فاهم حاجه عشان انا بجري عشان خاطر الوقت، عشان خاطر ما تقولوش. دكتور نهله
اتفضل يا فندم. معلش، هو انا ممكن استاذن حضرتك بس ان احنا هنضطر نخرج وندخل تاني على اللينك، لان فاضل 8 دقايق على اول ساعه، عشان بس ما يفصلش وحضرتك بتشرحي. انا ما عنديش ممكن مشكله، نفس اللينك يا عبد الرحمن؟ على نفس اللينك. حاضر يا ماشي، فندم، نخرج نستاذنكم جميعا، دلوقتي. بس احنا هندخل على نفس اللينك. دلوقتي هندخل على نفس اللينك تاني علشان ما يقطعش دكتور نهله وهي بتشرح. حاضر شكرا. ماشي، اتفضل استاذنك. والله انا قاعده مركزه، انا حتى كنت عاوزه اقول لها تعيدي الحته بتاعه الباوربوينت لان جالي تليفون فصل، عاوزه يعني اشوفها من اول تاني. اتفضلي يا دكتورة نهلة، متهيألي كله دخل. دكتور نهله وحضرتك بتتكلمي، في مشكله في الصوت. اكتب لها يا عبد الرحمن ان الصوت مفيش صوت. حالا حالا يا دكتور. كده الصوت تمام يا دكتور؟ تمام يا حبيبتي، تمام، اتفضلي. طيب نكمل. طيب انا خرجت ودخلت، واضح ان هو بس هنج او اي حاجه. هاي، اتفضلي. اتفضلي. ماشي يا دكتور. طيب النقطه الاخيره في الشات جي بي تي عشان خاطر نخلص الجزء ده، او نخلص جزء طبعا من الجزء ده بشكل عام، عشان خاطر يفيد زمايلنا وكمان يفيد الطلاب، حتى خصوصا طلاب قسم الاذاعه والتلفزيون، او اي طالب بيهتم بالفيديوهات او صناعه الفيديوهات بشكل عام، وهو منصه اليوتيوب، وهي منصه مهمه جدا.
والشات جي بي تي ما سابش اليوتيوب في حاله كده زي ما بنقول، وقال انه لازم يعمل نوع من انواع الامبروفمنت للخدمه الخاصه باليوتيوب، مش مجرد فقط ان انا اخلي الاودينس بتوعي يبصوا على الصوت والصوره، لا ده انا احاول ان انا اعمل له سمرايز للفيديو واقول له كل الشخص اللي بيتكلم، كل الكلام اللي بيتكلمه الشخص ده السبيتش ده احوله لتكست واديه له كده عشان اقول له ممكن يستخدمه براحته خالص. وهو خاصيه او حاجه احنا بنضيفها هي اسمها اهو، احنا هنبص ونقول هي بتتحط كده، بنفتح البراوزر بتاعنا او الانجين بتاعنا وبنكتب يوتيوب سامري وذ تشات جي بي تي اند كلاود. انا طبعا هي المفروض ان اللي على الشمال دي تبقى تخصيص، انا عشان عامله عليها انستول، فهو هنا كاتب عندي ازاله، فالمفروض لما بدوس عليها بيعمل عمليه تحميل كده وبيبتدي يقول لي successfully installed، يعني اللي انت حملتيه ده اتحمل. بعد ما يقول لي successfully installed بروح لليوتيوب، اقفل دي استاذنكم، اروح بقى لليوتيوب، هلاقي اليوتيوب بتاعي لو عملت ريفرش زايد عليه جزء مهم جدا او فاسيلتيز مهمه جدا، وهي اللي فوق اللي على الشمال دي، التاب اللي فوق اللي على الشمال، وهي ترانسكريبت اند سمري. يعني ايه الكلام ده؟ وعلامه الشات جي بي تي هنا اهو، وعلامه السيتنج او الاكستنشن بتاع الشات جي بي تي موجود جنبها. العلامه دي معناها تقول لي انه اي يوتيوب او فيديو على اليوتيوب حضرتك مشغله انا اقدر اعدل لك واساعدك فيه جدا. طيب لو احنا جينا شغلنا اهو فيديو بشكل عشوائي، انا كنت حاطاه وابتديت اقول له transcript and summary هنقف لغايه هنا ونبص على الشمال كده ونشوف ايه هو اللي الشات جي بي تي عمله في الفيديو اللي عندي دي. ابتدى يقسم لي الفيديو اللي عندي دي لثواني. الثواني قال لي من الثانيه 0 للثانيه ل 37 ثانيه. الانستراكتور اللي عندي او الشخص اللي عندي ده قال كده مظبوطه ولا ايه، العيال بيضحكوا على ايه، اذا كان الصنايعي مش هيقضي على المجالات لكن هيقضي على البني ادمين اللي رافضين يتطوروا. ده نفس الكلام اللي قاله الشخص اللي في الفيديو، هو بيحول لي الفيديو كله لتكست اهو. لو هنا بصينا في دقيقه 2 و37 ثانيه عمل لي تفريغ للفيديو كله في شكل في ثواني لغايه اخر الفيديو خالص، لغايه الدقيقه 10 42 لغايه الدقيقه هو ده 11 دقيقه، من 10 42 ل 11 هو ده التكست اللي اتقال في الفيديو. فهو هنا عمل لي نوع من انواع تفريغ المحتوى الصوتي والمرئي الى محتوى مكتوب. يعني مش شرط بس ان انا هحول المكتوب لسبيتش اند فيديو، لا انا شات جي بي تي قال لي ان انا اقدر اعمل لك كمان العكس لو انت عايز. وده على فكره كتير هيساعد ناس كتير، زي ممكن يكون الحد اللي عنده مشكله في الابصار، ممكن اي فيديو لو الصوت بتاعه مش واضح يحوله سكريبت ويعمله على وورد ويبتدي يسمعه فويس وهكذا. او ممكن اخده اعمل سمرايز لو حد بيتكلم عن كتاب والكتاب ده الفيديو 3 ساعات ولا 4 ساعات وانا عايزه اعمل ملخص الفيديو ده كله، ايه بقى الخلاصه بتاعته، انا ممكن اخد الكلام ده كله واقول وابص كده فيه، او اروح لبلاتفورم تاني هنبقى نتكلم عليه ممكن سيشنز كتير بعد كده، اروح اقول له ايه الكلام ده كله، او ال20 صفحه او ال30 صفحه او ال50 صفحه دول لخصهم لي في صفحتين وقول لي ايه هو المغزى بتاع الموضوع كله وهكذا. فدي كانت اخر تكنيك من تكنيكات التكست اللي عندنا النهارده، عشان نتنقل بعد كده على التكنيكس الخاصه بالايمج. انا اسفه طبعا للاطاله، بس انا حبيت اقول لكم اكتر من حاجه عشان يبقى فيه استفاده قصوى للموضوع. في حد عنده اي سؤال في اي حاجه تخص التكست قبل ما ننقل على الايمج؟ طيب نو نيوز جود نيوز، انا هقفل كل حاجه ليها علاقه بالتكست عشان نبتدي نتكلم على التي تي اس. نرجع كده للبرزنتيشن بتاعنا ونقول انه التي تي اس دي هي التكست تو سبيتش، يعني احول التكست بتاعي ل سبيتش يعني كلام. طيب قبل ما احول التكست بتاعي لكلام، انا عايز اطلع صوره في دماغي عشان اركب عليها الكلام اللي انا عايزه اقوله. طيب هل ده ممكن؟ طبعا ممكن. عندي مجموعه من البرامج الكتير جدا، ولكن احنا هنقول افضلها من حيث الكواليتي بتاع الصور. ده مش معناه ان الباقي وحش، بس ده ممكن يكون في مجال تخصصنا احنا بيخدمنا اكتر.
في حاجات تانية في مجال الهندسه والبرمجيات ومجال تصميم اللوجوهات مثلا، هنلاقي ان هي في برامج تانية او بلاتفورمز تانية بتتفوق عليه. بس دول من اكتر الحاجات ومن اشهر الحاجات اللي بتطلع الحاجه الى حد ما الكواليتي بتاعها كويس، الصوره نقيه، مفيش علامات مائيه، وحتى لما بيبقى في علامه مائيه بتبقى في حته ممكن يعني نعمل لها إليجن كده، او يعني زي ما بنقول نتحايل على الموقف فيها. ايه هم البلاتفورمز دي؟ اول بلاتفورم عندي اسمه كوبايلوت، وتاني بلاتفورم عندي اسمه ليوناردو. هناخد مثال واحد فقط عشان طبعا الوقت، وهنفتح كوبايلوت وهنقول يعني ايه اصلا بلاتفورم يحول لي التكست لصوره. واحنا قلنا ده طبعا السلايد اللي قدامنا هو كلام ثيوريتيكال اللي احنا قلناه بشكل عام، انا بس بحاول ان انا اسرع التيمبو شويه بتاع المحاضره. هفتح وهبص على كوبايلوت. نقفل بقى تشات جي بي تي. طيب هدوس هنا وافتح كوبايلوت. الانترفيس بتاعي هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي ادي البروجرام. انا طبعا عامله له ساين اب عادي خالص بالايميل بتاعي بتاع الكليه او اي جيميل عادي خالص، وهبتدي ابص. هو بيقول لي يور افري داي اي اي كومبانيون، يعني هو معايا كل يوم بيبتدي يطور ويحدث وي وي وي. وهو الاساس البروجرام ده هو اساسه الصور، او افضل انتاج فيه هو الصور. هاجي على هنا ناحيه اليمين على الديزاينر اللي هو صناعه الصور، create any image you can imagine، يعني انت تقدر تحط او تطلع اي صوره. لو احنا خدنا بالنا هو حتى بيعمل حاجات تخيليه، يعني راسم بجعه هي لابسه سماعات وبتتمشى في الشارع بتسمع ميوزك، راسم حاجه ليها علاقه ممكن بقصص الكرتون او القصص الخياليه، راسم انسان على سطح القمر وهكذا. طيب الكلام ده حلو قوي جميل قوي وايماجن، بس انا عايز استخدمه في مجال الاعلان. فهبتدي ادور دايما كلمه السر في الاي اي البرومبت او الكوماند اللي عندي اللي هو فن هندسه الاوامر. هبتدي ادور على الكوماند او البرومبت اللي عندي اللي هيكتب او اللي هيطلع لي الصوره اللي انا عايزها. احنا حاطين او انا عديت مسبقا كده زي برومبت تجريبي، وقلت له ايه I want to design an image of a news anchor inside a new studio looking at the camera. يعني انا عايزه ديزاين لصوره لمذيع او شخص بيذيع ويكون امام كاميرا، شكله قاعد امام كاميرا وباصص لها بشكل مباشر. ليه باصص لها بشكل مباشر؟ ده هنعرفه بعدين، عشان لما نعوز نعمل لها ليبسنج او نحركها ما يبقاش بقه معوج وانا بعمل الليبسنج. فهناخد البرومبت ده وهنعمل له كده كوبي، وهنروح على الكوبايلوت وهنعمل بيست ونشوف هو هيطلع لي ايه. هيبتدي يعمل زي ما احنا قلنا كده عمليه الجنريت. هو طول ما هو بيقول لي هنا ستوب ريسبوندينج، يعني معنى كده ان هو بيفكر بيبتدي النيورال نتوركس بتاعته بيبتدي يدور فيها كده، وبيحط كل بيكسل من البيكسلز بتوعه الصوره دي بيعمل لها عمليه توليد. اهو بيبتدي يقول لي خلاص انه الصوره هتبقى على وشك انها تبقى جاهزه، وبيبتدي يقول لي انه هو عملها بناء على البرومبت ده، قسمه بناء على 1 2 3 اللي هو اللي فوق ده بشكل اكتر تفصيل، ويبتدي يعمل لي زي كده ايه تجميع للبيكسلز اللي متكونه منها الصوره عشان يطلع لي الصوره بشكلها النهائي. احنا مش هناخد امثله كتير، بس هو مثال واحد بس كده عشان نشوف هو ممكن يساعدني ازاي. ابتدى يجيب لي ايه؟ ابتدى هو قال لي انه هو شايف ان هو مذيع، والمذيع ده زي ما احنا شايفين كده هو باصص للكاميرا. المذيع هو جابهولي بكاركتر معين، وبعد كده ابتدى يحط لي لو احنا خدنا بالنا تحت لمذيعين قريبين من الكاركتر ده. لو انا عايزه الستايل لاين ده بيعملوا اخبار، هنلاقي في صور هاي ديفينيشن، في صور عليها علامه مائيه، وفي صور عاديه وهكذا. طيب هل هو بيديني صوره واحده وبيقول انه خلاص انا شايف من وجهه نظري ان هي دي الصوره الامثل ليك؟ لا، هو بيديني صوره ثانيه ممكن تساعدني، بيديني اكتر من صوره ممكن تساعدني. طيب انا ممكن اعمل جنريت لصوره ثانيه عشان نشوف بس ايه تغيير البرومبت ممكن يغير لي الصوره ازاي. المره دي بقى هقول له ايه؟ ان انا عايزه واحده ست،
يعني انا مش عايزه انت ما تطلعليش ايمو دي عندك لقيته في وشك في السكه كده وخلاص، لا، ده انا عايزه واحده ست وكمان ليها يعني ليدي سيده وليها كمان مواصفات معينه. احنا لو جينا ودوسنا البرومت بتاعنا وعلى فكره البرومت ده يعتبر من ابسط البرومتس، انا ممكن احط له لو انا عايزاها بكاميرا معينه قطر الكاميرا، لو انا عايزاها لابسه لبس معين زي ما انا حاطه كده ان انا كاتبه يلو سوت، انا عايزاها لابسه بدله صفراء، انا عايزاها تطلع النهارده على الهواء في الاي ستوديو بتاعي لابسه بدله صفراء، عايزاها لابسه تي شيرت، عايزاها شعرها طويل، عايزاها شعرها قصير، عايزاها لابسه سكارف، عايزاها محجبه، وهكذا. انا ممكن اقدر اولد الشخصيه اللي انا عايزاها من خلال البرومت بتاعي. اللي انا هدخله له هو اللي هو هيدور فيه وهيطلعه. هو مش ذكي ان هو هيفهم اللي انا عايزاه من غير ما انا اقول له، لا، هو مجرد ان هو ماشين ليرنينج، هو بيتعلم، بياخد البرومت بتاعي ويبتدي يجتهد ان هو يطلع لي الشكل اللي ممكن يساعدني في اداء وظيفتي. اهو هيبتدي يطلع لي صوره، ودي هتبقى اخر مثال على الايمج عشان نتنقل بعد كده على الصوت. وبعتذر مره تانية على الاطاله، بس يعني الاي اي مش عايز سيشن ولا 2 ولا 3، الموضوع يعني الى حد ما كبير. ابتدى يجيب لي الصور اللي هو ولدها، ادي صوره المذيعه، ولو احنا خدنا بالنا هو ابتدى يلتزم ان المذيعه تبقى باصه قدامها، تبقى في استوديو اخبار، تبقى لابسه بدله صفراء، وابتدى يجيب لي اكتر من شكل او ايدنتيتي معين. احنا لو خدنا بالنا هنا على يعني اسيوي شويه، ابتدى يعني يجيب ممكن ده يبقى افريقي شويه، ابتدى يديني اوبشنز، ده ابتدى يبقى عربي شويه او اجنبي، وهكذا. هو ابتدى يجيب لي اكتر من شكل. مثلا افتراضا انا الشكل ده هو المناسب للصوره بتاعتي او لتخيلي، هعمل عادي خالص الايمج، هعمل لها سيف اهو على الديسكتوب عادي خالص، الصوره بتنزل عادي خالص ولا بتنزل باي علامه مائيه او اي حاجه. هشيلها بقى عشان ابتدي اعمل لها بروسيسنج، عشان ابتدي اعمل لها ايه زي ما بنقول اخلقها، يعني اعمل لها روح، اعمل لها صوت، اعمل لها صوره، عشان خاطر تبقى عندي شيء متكامل. طيب هبتدي بقى ادخل على النقطه اللي بعد كده، وهي السبيتش او التكست تو سبيتش. انا عندي برامج كتير قوي بتحول لي الصوت، بتحول لي التكست لصوت. طيب من اكتر البرامج اللي مشهوره برنامج اسمه 11 لابس، ودي هي الانترفيس بتاعته، برضو الدخول فيه بيبقى عادي خالص، بتعملوا لوج ان او ساين اب يعني بالايميل بتاعك وبيدخل. طيب افتراضا، لان هي طبعا بتبقى كوينز، بتبقى عدد محاولات معينه في فري، عشان بعد كده يوديك ان انت تعمل الحاجه بيد مدفوعه. احنا طبعا مش هنغلب، احنا بشر وهم آلات، هو يحط رولز براحتها واحنا نخرق الرولز برضو براحتنا. في حاجه اسمها وهمي، ده بلاتفورم انا بدوس عليه عشان خاطر يديني ايميل وهمي اقدر ادخل بيه تاني فور فري عشان اكمل انتاج المحتوى بتاعي. لو احنا بصينا هنا هيقول انشاء بريد باسم عشوائي، هيديني اسم وهيديني باسورد، ولو جالي ايميل لمده 45 دقيقه على الايميل ده، لو اتبعت لي اي مسج هو هيظهرها لي طول ما انا فاتحه، وهيتعامل معايا كانه ايميل عادي خالص. وبعد كده الايميل ده هيقفل لانه خلاص ما بقاش له عايزه، يعني انا مش محتاجاه في حاجه خالص. ده عشان خاطر يعني اتعدى على موضوع البيت ده، ان الحاجه تبقى مدفوعه، لا انا مش هدفع فلوس وهطلع الكونتنت اللي انا عايزاه واحاول اتحايل على الموقف. طيب ابتديت يقول لي في التاب بتاعي تكست تو سبيتش، يعني التكست اللي عندي ده انا هحوله لماده مسموعه. هبتدي اختار الصوت اللي عندي، والفويس سيتنج دي بيقول لي لو انا مثلا بيفضل لي بقى تكنيكس معينه، لو انا هتكلم انجلش اختار كذا، لو انا هتكلم عربي اختار كذا، لو انا عايز الشخص او الصوت اللي طالع ده سريع ابتدي اسرع براحتي، لو عايز صوته عالي قوي ابتدي ازود الصوت العالي، لو انا عايز اعمل يعني جذب انتباه، لو عايز صوته هادي وواطي برضو ابتدي اتحكم فيه. وبعد كده هروح عامله له، هقول له ايه جنريت سبيتش، وابتدي اسمع هو بيقول لي ايه. بتعمل كاندلز 100% هوم ميد 100% Egyptian بتعمل كاندلز Egyptian هوم ميد 100% صوي واكس عشان كده تبقى مش مضرة. انا كده الصوت كان واضح لحضراتكم؟ احنا معناش حاجه يا دكتور لا نهى. يا دكتور مش طب انا مش عارفه المشكله فين، بس هو المفروض انه انا كان طالع عندي
طيب هقول حاجه لطيفه. انا ممكن اعمله داونلود وارفعه ونسمعه، مفيش مشكله. طب انا هجرب تاني من على الموبايل، واستاذنكم تقولوا لي كده صوت، في صوت ولا لا؟ كان في صوت؟ يا دكتور كان في صوت. طيب ماشي. ده انا عملت ايه؟ انا عملت داونلود للاوديو اللي اتعمل عشان خاطر حضراتكم، بس على البلاتفورم ذات نفسه عادي، انا سمعت الاوديو عادي خالص. استاذنكم نسمعه. أنا دانا، أهلا بكم مجددا. أتحدث إليكم اليوم من خارج غرفة أخبار CIC لأقدم لكم فعاليات ويبينار مشروع طلاب قسم العلاقات العامة والإعلام الذي يدور حول الذكاء الاصطناعي وقوته في توليد النصوص والصور والأصوات والفيديوهات. وها أنا أمامكم نموذج يدل علي هذه القوة. سعدت بالتواصل معكم. الصوت كان واضح يا جماعة؟ واضح يا دكتور. طيب احنا هنا عملنا ايه؟ ولدنا محتوى مسموع من محتوى مكتوب. لو حد خد باله هتلاقوا انه مخارج الفاظها في بعض الكلمات ما كانتش بالقوه المطلوبه في انها تبقى لغه عربيه فصحى. انا عندي هنا جنريت سبيتش، عندي هنا قدره ان انا كل شويه هعمل جنريتد. لو الاوديو ده ما عجبنيش، لا الاكسنت مش مظبوطه قوي، طب هعمل له ريجنريت. يبتدي هو يعمل ايه؟ يدور تاني. ما عجبنيش هعمل ريجنريت تاني. هبتدي ادور على الاكسنت اللي تسعفني، سواء كان في العربي، في الانجليش، في اي لغه من اللغات. ال11 لابس بيدعم لغات كتير جدا جدا جدا. طيب ده بالنسبه للتكست تو سبيتش. انا طبعا بجري جدا عشان خاطر يعني ايه اقول اكتر من حاجه، عشان يعني احاول ان انا انقل ولو حاجه بسيطه جدا من الحاجه بتاعت الاي اي. وطبعا بعد كده ان شاء الله في ويبينارز ثانيه زمايلي هيكملوا كمان احسن مني. النقطه اللي بعد كده بقى هي النقطه اللي بنقول ان هي ايه، هتجمع كل ده وهتظهره، وهي عمليه الليبسنج، اللي هو هاخد الصوره اللي انا اخترتها وهاخد التكست اللي اتحول لصوتي، نص صوتي يعني او محتوى صوتي، وهعمل لهم عمليه ميرج او ليبسنج عشان يطلع الكونتنت بتاعي. طيب هبتدي اقول هو البلاتفورم بتاعنا اسمه، وده برضو بلاتفورم من ضمن بلاتفورمز كتير جدا بتعمل العمليه دي. وعلى فكره هو مش احسنهم، بس الحقيقه اللي بيميز البلاتفورم ده ان هو بيدي امكانيه ان انا اعمل ليبسنج لمده 4 دقائق و59 ثانيه، وده وفور فري، وده ما بيبقاش موجود في بلاتفورمز ثانيه كتير. هنبتدي نعمل كرييت للشخصيه بتاعتنا، هنكرييت فيديو. هو هنا اداني 2 اوبشن. اول اوبشن ان هو بيديني شخصيات هو شايف انها ممكن تصلح انها تعبر عن الكاركتر بتاعي، او هو بيقول لي اعملي اد للشخصيه اللي حضرتك شايفه انها تصلح انها تعبر عن الكاركتر ده، وتعمل لها ابلود عادي خالص. هو هيتعامل مع هذه الشخصيه. بعد ما يتعمل لها ابلود هو بيديني برده اوبشن على يمين الشاشه. هو بيقول لي انه في اوبشن ان حضرتك تحطي سكريبت، بس خلي بالك ان السكريبت ده ما يزيدش عن 3875 حرف، مش كلمه، حرف. او ان انت ترفعي اي اوديو انت عايزاه عشان تعملي ليبسنج. او في اوبشن ثالث تعملي ريكورد للاوديو، يعني حضرتك وانت فاتحه اللابتوب تقرري ان انت تسجلي وهو هيسجل لك. انت مش محتاجه ان انت تدوري على برنامج تسجيل، بس طبعا ما بيبقاش افضل حاجه، بس بيدي الاوبشن ده لو انت عايزه حاجه سريعه او عايزه تطلعي كونتنت سريع جدا. هعمل ابلود. انا اوريدي كنت على الديسكتوب بتاعي، كنت منزله لا مش على الديسكتوب، بتاع الداونلود، كنت منزله السكريبت اللي احنا حولناه لاوديو عشان نعمل ليبسنج الصوت مع الصوره. هيعمل له، انا بعمل اوديو از ابلودنج، يعني بيعمل له ابلود. هتاكد خلاص ان هو اترفع، هشغله. طبعا حضراتكم مش سامعين الصوت بس هو شغال عندي تمام. وبعد كده هعمل ايه؟ جنريت فيديو. يعني ايه جنريت فيديو؟ يعني هعمل ليبسنج الصوره اللي قدامي دي، هبتدي اقول له حط لي النص ده على الصوره جنريتد. هو بيقول لي هنا انه لو هنا جينا بصينا الفيديو لينس، يعني مده الليبسنج دي اللي هتبقى التكست، هو حولها لليبسنج لمده 24 ثانيه. وبيقول لي لو انت عايزه تسمي الفيديو حاجه مثلا نسميه ده انا عشان نبص عليه على الديسكتوب. وهو بيقول لي ان الفيديو ده هياخد 2 كريدت من ال 14 اللي عندك اللي هم اوريدي فور فري. يعني بمعنى ادق خلي بالك ان انت خلصتي من رصيدك اللي في الحصاله بتاعتي 2 بوينتس من اصل 14، وبعد كده خلاص تمام، انت كده متاكده ان انت عايزه تعملي جنريت، وهتروحي دايسه تقولي له جنريت ذيس فيديو. هيبتدي يعمل ابلود
الابلود ده بيعمل فيه عمليه ايه؟ ليبسنج، يعني بيحط التكست عندي على الصوره اللي انا اخترتها. او في اي اسئله لغايه ما يعمل الابلود؟ انا تحت امرك. طيب هو عمل الابلود، احنا مش هنشغله وهو اونلاين عشان خاطر واضح ان الصوت ما بيوصلش اونلاين. انا بس هعمل له داونلود بس لما يظهر. اهو ثانيه واحده، هنفتح بقى نبص هو ايه اللي حصل او ايه بقى الانتاج بتاعنا. هفتح وابص في الداونلود بتاعي وهاوبن فايل، اهو نزل لي أنا دانا، باسم أهلا دانا. بكم مجددا. أتحدث إليكم اليوم من خارج غرفة أخبار CIC لأقدم لكم فعاليات ويبينار مشروع طلاب قسم العلاقات العامة والإعلام الذي يدور حول الذكاء الاصطناعي وقوته في توليد النصوص والصور والأصوات والفيديوهات. وها أنا أمامكم نموذج يدل علي هذه القوة. سعدت بالتواصل معكم. أنا دانا، أهلا بكم مجددا. شكرا. وبكده نكون عملنا زي اكسبلور بسيط جدا جدا عن التكنيكس بتاعه الاي اي في انتاج المحتوى، وازاي نقدر نخرج فيديوز ممكن تقدم سواء نشرات اخباريه، تقدم عروض تقديميه، تقدم محتوى انا عايزه اقدمه بشكل سريع ومبسط جدا. طبعا ده مش الحاجات اللي احنا قلناها دي مش الوحيده، في غيرها عشرات وعشرات، وفي كمان غيرها حاجات ابتدت بتطلع كل يوم عن التاني. واتمنى ان اكون في التوكو ولو بقدر بسيط جدا، وانا شاكره جدا الاستضافه من مشروع عايده، وشكرا جدا لحضراتكم كل الحضور، كل اساتذتي وزملائي وكل طلابي، وشكرا لحضراتكم جدا. احنا بنشكر جدا حضرتك يا دكتور على البرزنتيشن دي. في حد عنده اي سؤال دكتور نهلة؟ انا حابه بس كمان اتفضل يا يا عبد دكتور. الرحمن اشكر الدكتور نهله، يعني محاضره هايله. انا ابريشيت يور ايفورت يا دكتور، وربنا يوفقك. وهنستنى بقى الباشمهندس وليد بعد الاسئله ان شاء الله. شكرا يا دكتور، ميرسي لحضرتك جدا، دايما بدعم شكرا حضرتك. جدا، ربنا يخليكي يا حبيبتي. في حد عنده اي اسئله للدكتور نهلة؟ اتفضل. في حد؟ دكتور محمود اتفضل. يعني مساء الخير عبد الرحمن مساء النور. ودكتور أمال والنهلة وكل الزملاء. يعني هو في الحقيقة مش سؤال، يعني أنا حابب أشكركم. يعني مشروع التخرج مهم جدا في موضوع ال AI، ومحاضرة رائعة للدكتورة نهلة، يعني شرح متميز وأسلوب بسيط وأمثلة، يعني غطت في فترة قصيرة جدا موضوعات كتيرة. وعايز بس أقول نقطة، إن خلي بالكم ان كل الحاجات اللي الدكتوره نهله عرضتها فري، تقدروا ان انتوا تستخدموها ونقدر كلنا ان احنا نجربها. البيت بقى بيدينا يعني احيانا برسوم بسيطه، مش غاليه خالص، يعني اختيارات كتيره ومنافسه كتيره في المجال دوت. ف البادجت اللي انت ممكن تبتدي بيها او تستخدمها ما هياش حاجه يعني خارج حدود اي حد فينا، وهتدي لك كواليتي بقى يعني افضل، لان هم دايما بيدوا لك ايه زي ديمو كده علشان تعرف بس الامكانيات. يجروا بس رجلك بعد كده صح. بيجروا رجلك، وبعد كده هتلاقي كواليتي مختلفه تماما، احسن كتير بالبروفيشنال بقى اللي احنا بنشوفهم مع المحتوى المدفوع. فيعني اشكرك جدا دكتور نهله، يعني ونتمنى محاضرات كتيره زي ديت، لان احنا دكتور، فعلا بالشكر الموصول ده انا اللي بتمنى من حضرتك بقى، وطبعا اكيد فريق عايده هيتمنى من حضرتك ويبينار زي ده، لانه حضرتك يعني اللي احنا قلناه ده ما يجيش اي حاجه من اللي عند حضرتك يعني احنا نتعلم من حضرتك في المجال ده بالذات. ربنا يعزك يا دكتوره، من ذوق حضرتك وتواضعك، ربنا يعزك يا رب. تسلم. دكتور ياسمين اتفضلي. ازيك
ازيك يا عبد الرحمن، عامل ايه؟ الحمد لله. انا بس اول حاجه طبعا حابه اشكر التيم بتاع عايده على المجهود وعلى الويبينار ده. انا بس دكتور امال بعد اذنك، انا بس بطالب، وطبعا حابه اشكر دكتور نهله لان انا كان نفسي احضر السيشن دي من زمان، وانا كنت بطالب دكتور نهله كده. بس انا بس كمان بطالب التيم بتاع عايده لو نعمل ويبينار الاسبوع الجاي نجمع فيه دكتور نهله مع دكتور محمود مهنا، وحتى يبقى كولابوريشن الديبارتمنت بتاع البي ار والجورناليزم في حاجه زي النهارده. فاول حاجه تاني حابه اكرر شكر لتيم عايده، وطبعا شكر للدكتور نهله. واحنا يا دكتور محتاجين نستفاد بقى من خبره حضرتك وخبره دكتور محمود مهنا. شكرا يا دكتور ياسمين، ميرسي وانا لحضرتك. موافقه، ولو وقتهم يسمح هقدم لي صوتي لصوتك طبعا يا دكتور ياسمين. طبعا يا دكتور، ونعلن تشرف عنه يا دكتور طبعا. دي حاجه تشرفنا، واحنا ان شاء الله هننسق معاهم حاجه ونعلن زي كده. عنه بدري، نعلن عنه بدري شويه يا عبد الرحمن على مستوى اكبر، ويبقى يعني عشان يبقى فيه جمهور اكتر يستفيد. خلاص يا دكتور، حاضر. شكرا دكتور مهنا ودكتور نهله، شكرا جدا. طبعا انا حابب اشكر تاني طبعا بشكر الدكتوره ياسمين، يعني قائده المجموعه الجميله دي. لا دكتور، هو مش انا المشرفه على المجموعه، يا دكتور شروات ودكتور حنان غالي. لان دكتور شروات عايزه اقول لحضرتك ميتنجز معاهم النهارده وعلى طول عشان حاجه تطلع بالشكل ده. وانا بقول لحضرتك هي كانت دكتور شروات مبلغاني في مفاجآت تانية التيم ده لسه هيعملها ان شاء الله. فعلا. شكرا جدا ليها وليكم، ودايما كده متميزين. طيب. انا طبعا متحفزه البي ار، هو قسم يعني. شكرا جدا يا دكتور لدعم حضرتك. شكرا يا حبيبتي، شكرا ليكم، وشكرا دكتور شروت. اتفضل. طيب طبعا انا حابب تاني اشكر دكتور نهله على البرزنتيشن الرائعه دي اللي كلنا استفدنا منها. ويعني on behalf of يعني عايده تيم بشكر كل الحضور اللي نورونا، وكل الدكاتره اللي مشجعينا، وعلى راسهم دكتور امال الغزاوي اللي مشجعانا على طول، يعني ربنا يخليك يا دكتور. وقبل ما ندخل على السبيكر التاني، بس حابب اقول عن السبونسرز اللي معانا. فاحنا عندنا 4 سبونسرز للويبينار. اول سبونسر عندنا هو مارك اند شاركس، هم فاتحين في الامارات وفتحوا في مصر، بيبيعوا براندز اوريجينال، وهم طبعا عاملين خصومات للناس اللي حضرت الويبينار. وعندنا كاندلينا، هي سمول بزنس اونر راجعه للدكتوره في اكاديميه الشروق، بتعمل هوم ميد كاندلز بسوي واكس عشان تكون صحيه اكتر، وعامله خصم 20% لكل الحضور الموجودين. اما بالنسبه بقى للتو سبونسرز الجايين، فاحنا معانا ستاند باي اي اي اللي انشاها المخرج احمد عبد العليم قاسم، اللي هو اعتقد هو يعني مشرفنا هنا، وهو الحقيقه يعني داعمنا من اول المشروع، وعلى طول بينشر حاجتنا وبيشجعنا دايما، فانا حابب اشكره اللي هو موجود معانا هنا. وعندنا بي ابي ده انجلش سنتر، هو حابب يقدم للناس اللي عايزه تعلي السكيلز بتاعت الانجليش بتاعتها كورس انجلش، ويعمل لهم البليسمنت تيست فور فري لكل اللي حضروا الويبينار. وهو ان شاء الله قريب هيعلن ان هو هيدخل الاي اي في الليرنينج ويز بتاعته. دلوقتي بقى احنا هننتقل للسبيكر التاني، هو المهندس وليد تركي، اي سي تي جنرال مانجر. اتفضل يا فندم. برحب طبعا بالباشمهندس وليد تركي، واهلا بيك معانا بقى في الويبينار للسي اي سي وتشجيعك للطلاب بتوعنا. اهلا ومرحبا بيك. اهلا بيكم دكتور، اهلا بيكم، واهلا بالحضور كلهم ودكاترتنا الكبار، واهلا بالجروب بتاع المشروع اللي عامل بصراحه شغل هايل. يعني انا متابعهم باستمرار كويس، لان ده جزء من مجال العمل بتاعنا. طبعا دكتور نهله بسم الله ما شاء الله ما سابتلناش حاجه نقولها يعني. لا يا فندم، ازاي حضرتك عندك الكتير طبعا. بسم الله ما شاء الله. لا حضرتك تقريبا يعني ممكن تيجي تشتغلي معانا. ربنا يخليك يا فندم. اعتبر ده اوفر. ميرسي. اعتبري ده اوفر اكيد، يعني ممكن تتفضلي معانا في اي وقت طبعا. ميرسي يا فندم، ميرسي ذوق حضرتك. يعني هي دكتور نهله انا هكمل معاها، لان هي الجزء اللي هي قالته ده مهم جدا. موست اوف الستودنتس او الطلبه بيستخدموه، وكمان الناس اللي هي في مجال العمل بتستخدمه. بس انا حابب انوه عن حاجه صغيره، ان الاي اي او الارتفيشال انتليجنت عموما حاجه ما هياش جديده خالص، هو ابتدى تقريبا من سنه 50. طبعا التطور بتاعه في اللايرز بتاعته الاربعه، مش هتخش تكنيكالي قوي في الموضوع، ولكن كان اول انتصار للاي اي كان في الفتره ما بين 1990 على ما اتذكر لاوائل عام 2000.
لما الاي اي قدر ان هو يغلب بطل العالم في الشطرنج في التوقيت دوت. طيب هو ايه اللي حصل، او الاي اي بيشتغل ازاي؟ بصوره مبسطه جدا، زي ما الدكتوره نهى قالت، هو بيعتمد دايما على الداتا اللي بتروح. لو الداتا دي اكيوريت والكواليتي بتاعتها عاليه جدا ومنتقاه، هنلاقي منه ريزلت هايله، لان هو بيعتمد على مجموعه كبيره جدا من الالجوريزم او اللوغاريتميات اللي بيشتغل عليها. فدي اللوغاريتميات دي بتبقى تقريبا بتحاكي تفكير البشر، ولكن ما وصلتش لسه طبعا لقدره التفكير البشري. فكل ما الداتا اللي احنا هنقولها للاي اي قويه جدا ودقيقه جدا، وخد بالكم انا ايمين دقيقه جدا، هتاخد منه ريزلت انت لا تتخيله. وهقول فرق صغير معلش عشان الحته دي ما انساهاش، الفرق ما بين البايد والفري ابس بتاعت الاي اي، لان هي كترت جدا. دايما هتلاقي فيه ديلي شويه او داتا غير مكتمله، فرق ما بين البايد والفري. يعني زي ما الدكتوره نهله كانت قالت ان الشات جي بي تي سنه 2022 الداتا دخلوا له داتا لغايه 2022، اما البايد هتلاقيه ان هي لا، تقريبا ممكن تكون ل 3 or 4 days before now. فطبعا بالنسبه له هتبقى الاجابه اللي هناخدها منه هتبقى ادق شويه. فده هيبقى دايما الفرق ما بين البايد والفري. الحاجه الثانيه المهمه، احنا بنستخدمه ازاي في مجال العمل؟ يعني انا دكتور انا اتفرجت معاه على الاكزامبل بتاع الشات جي بي تي والمايكروسوفت كوبايلوت، وطبعا هي نوهت عن جيميناي او جيمني اللي هو يملكه جوجل. انا عايز اقول لكم ان الثلاثه عملوا انتجريشن رهيب، لان شات جي بي تي از جنرال اي اي. يعني ايه جنرال اي اي؟ تقدر تتكلم معاه في اي حاجه وتقدر تساله في اي حاجه هيجاوب عليك، وعلى قد ما السؤال هيكون مليان داتا هيديك اجابه. مايكروسوفت وجوجل وكمان امازون عملوا انتجريشن مع شات جي بي تي، لان هم عندهم مجال القوه في الكرييشن بتاعت الابلكيشنز اكتر من الشات جي بي تي. وشات جي بي تي مجال القوه بتاعته في الكونتنت بتاعت الستورج بتاعته، الداتا اللي موجوده، بلس ان في داتا موجوده عند مايكروسوفت موجوده عند جوجل مش موجوده عند شات جي بي تي. فالانتجريشن ده خلى الثلاث منصات دول او الاربع منصات دول من اقوى ما يمكن. وحتى هتلاقوا يعني لو بصينا على الكوبايلوت بتاع مايكروسوفت هتلاقي ان في باتن صغير يقول لك ايه، يوز الجي بي تي. تقدر تستخدم الشات جي بي تي او الكوبايلوت او الجيمني ازاي؟ لازم تطور انت مهاراتك. لو انت ما اشتغلتش على السكيلز بتاعتك انت مش هتاخد الفايده اللي انت عايزها. يعني طريقه السؤال، طريقه الحوار. يمكن عبد الرحمن اتكلم في ان حد هيوفر كورسات مثلا انجلش، جميل. عايز اقول لكم ان في ابلكيشنز اصلا تقدر تعلمك الانجليش من البدايه حتى تو ذا هايست ليفل، والابلكيشنز ديت برضه ثمنها اقل كتير جدا من ثمن كورسات موجوده فعلا دلوقتي، والناس فعلا ابتدت تشتغل عليها. في مجال الصحافه والاعلام انا ممكن ما اكونش متخصص طبعا زي دكتوره نهله وزي الدكاتره الافاضل، وعايز اكتب سكريبت بروفيشنال، هدخل داتا مكتوبه بطريقه معينه للاي اي هيطلع لي سكريبت هايل. طيب احنا ممكن نشتغل وبنستخدمه احنا اكتر كمان في مجال الاي تي. في ايه؟ احنا بنستخدمه كمان في مجال السكيورتي. انت بتستخدم الاي اي يوميا، انت عايش مع الاي اي يوميا. مين ما معهوش سمارت فون؟ السمارت فون از ان اي اي موجود معاك اون ديلي بيزنس. مين ما بيستخدمش جوجل مابس؟ انت بتستخدم جوجل مابس يمكن كل يومين كل ثلاثه، بقيت بتعتمد عليها بطريقه كبيره جدا. جوجل مابس اي اي، نوع من انواع الاي اي. السمارت ووتش اللي انت ممكن تكون لابسها ده اي اي. اللي معاه ايفونز، اللي معاه يعني عنده سيري، اللي عنده اليكسا على جوجل على الاندرويد، ده اي اي. ان انت تبتدي تسال الاي اي ده لازم تمرن نفسك ازاي تساله. لو حد عايز يقترح عليا سؤال دلوقتي تعالى نساله كده لايه مايكروسوفت كوبايلوت. ومايكروسوفت كوبايلوت اللي معايا ده وذن لايسنس طبعا.
تفتكر ممكن نساله ازاي؟ هو بيديك اكزامبلز كتير جدا. لو انا قلت له عايز اكتب مثلا واي دو بيبل فلاي ان ذير دريمز وعملت كليك مثلا عليها بالمنظر ده، نتفرج على الاجابه. لو قلت له انا عايز اسكيور مثلا التليفون بتاعك ازاي او الداتا بتاعتك ازاي اللي موجوده مثلا على الابلكيشنز اللي موجوده على الفيسبوك، هيديك بالستبس. المهم انت تساله ازاي. في واحد ممكن يساله يقول له طب هو انا يعني اسكيور الاكونت بتاعي ازاي؟ هيدي له اجابه جنرال. يقول له لا انا عايز اسكيور اللوجن بتاعي على الفيسبوك، هيدي له اجابه ثانيه. لا انا عايز اسكيور اللوجن بتاعي بحيث ان محدش يعرف يفتحه غير من التليفون بتاعي، هتلاقي فيه اجابه ثالثه. فعلى قد ما السكيلز بتاعتك هتبقى موجوده، على قد ما انت هتعرف تاخد منه اجابه كبيره جدا. بالمناسبه كمان احنا بنستخدمه فين؟ انا عايز اكتب ايميل بروفيشنال، هدي الايميل، هكتب فكره الايميل بمنتهى البساطه زي ما الدكتوره نهله كده عملت، هكتب تكست انا الايميل ده عايزه عن ايه، هيديني هو سكريبت كامل للايميل. هو عنده ستاندردز للايميل بيتكتب ازاي، فهو وزن الستاندرد دي هياخد الكلام منك ويحطه على الستاندرد دي ويطلع لك ايه، هيطلع لك اكزامبل واثنين وثلاثه ممكن تختار منهم وتبتدي كمان تعدل عليه. هل ده معناه ان انا هاجي اعمل برزنتيشن هروح للاي اي، هاجي اعمل اشتغل على الاكسل فايل وعايز اناليسيز على الاكسل فايل هروح للاي اي، هل ده معناه ان هو هيحل مكاني في الشغل؟ هل ده الوظيفه بتاعتي هتنتهي؟ هل الوظيفه بتاعتي مش هتبقى موجوده؟ هل الاي اي هيحل محل الناس اللي موجوده دلوقتي واقدر استغنى عنهم؟ انا عايز اقول لك عمليا وفعليا في وظائف فعلا ابتدت ما تبقاش موجوده، ولكن ده طبيعه التطوير. لكن ظهرت وبتظهر جوبس ثانيه وتايتلز ثانيه لفانكشناليتي ثانيه بقت موجوده ودي اكثر تطويرا. طب هل انا كدوري كهيومن هيعتمد فقط ان انا عايز ادخل داتا فقط للاي اي؟ لا خالص. انت خد بالك في حاجات الاي اي ما زال لهذه اللحظه بيجاوبها غلط. يعني احنا في البدايات بتاعت الاي اي وانا كنت واحد من الناس التستر اللي كنت شغال على الشات جي بي تي، كنا بندخل له ايكويشنز ممكن انت تعملها بعقلك، يعني نقول عليها بمجرد النظر من غير كالكوليشنز تقيله، كان هو بيعملها غلط. ده المقصود بالليرنينج على فكره، بالماشين ليرنينج. يعني هو بيجرب مره واثنين وثلاثه لغايه ما يعرف الصح، حد هيقول له الصح. وانس ان هو عارف الصح دوت هو بيقدر بعد كده خلاص يمرن نفسه على حل المعضله. انا هسيب لكم هنا هبعت لعبد الرحمن وهبعت للجروب مجموعه كبيره جدا من الابلكيشنز اللي انت تقدر ان انت تستخدمها في مجال العمل بتاعك، سواء كان بتعمل اديتنج الفيديو، عايز تكتب سكريبت، عايز ترانسليت سكريبت لاي لغه انت عايزها، عايز تعمل كمان تعمل برزنتيشنز، عايز تعمل الناس اللي هم ممكن يشتغلوا ديفلوبرز في يوم من الايام، برضه هبعت لك مجموعه من الابلكيشنز الاي اي اللي تساعدك في كتابه الكود. في ممكن برضه ابلكيشنز ثانيه ازاي تساعدك ان انت تعمل من التكست ايمجز، ازاي تكتب اعلان، ازاي تصمم لوجوز، ازاي ترد على الايميلز، ازاي تكتب سكريبت او تكست جوه الوورد فايل، ازاي تتعلم الوورد، ازاي تتعلم الاكسل، ازاي تتعلم الايميل، وهكذا. طبعا في ابلكيشنز ثانيه في مجال التخصص زي ما قلت احنا بنستخدمه اصلا في الاناليسيس بتاعت السكيورتي، ودي يمكن مجال القوه شويه بتاعت الاي اي. والمجال طبعا الاقوى بيبقى شغال في المصانع اللي اصبحت بتستخدم مجموعه كبيره جدا من الروبوتس بدل البني ادمين والحرفيه بتاعت البني ادمين اللي بيشتغلوا بايديهم. ابتدينا نشتغل بروبوتس في هذا المجال. الكلام ده كله اصبح واقع، ولكن هفضل اقول لك لازم انت تطور مهارتك في التعامل مع الاي اي، لان هو مليان كم من الابلكيشنز كثيره جدا. لازم تعرف انك تشتغل على عين واحده في مجال التخصص بتاعك. لازم تتعلم تشتغل على الاي اي. اللي مش هيتعلم يشتغل على الاي اي هو اللي هيرجع لورا، هو اللي مش هيبقى موجود. ولكن اعتبر ان الاي اي انت مش بتعتمد عليه اعتماد كلي، اعتبره ان هو المساعد بتاعك. الفكره بتيجي من عندك انت من دماغك وهو بينفذها لك وانت بعد كده بتحسنها له. هو بيتعلم التحسين اللي انت عملته عشان يديك نتيجه افضل في المره اللي بعدها، وبعد كده هو
هتطور نفسك، هتلاقي نفسك في ابلكيشنز كتير جدا جايه الفتره اللي جايه، في ابلكيشنز يعني ممكن مش هقول لك تعمل بيها موفز، انت ممكن ناخد الصوت بتاعك ونحطه على صوت واحد تاني، يعني في شغل كتير قوي على الاي ايز انت ممكن تعمله. انا هسيب لكم مجموعه كبيره جدا من الابلكيشنز بالاسامي بتاعتها، معظمها طبعا فور فري، هي ليميتد شويه ولكن تقدر تساعدك في شغلك كتير جدا. هبعتهم على ممكن ابعتهم كمان شويه على الشات. ممكن تستخدم الشات جي بي تي في ان انت بتقلل. بص انا هقول لكم على تجربه ظريفه جدا، لو انت باستخدامك للاي اي او عموما للابلكيشنز بتاعت الاي اي، لو لقيت ان انت الوقت اللي بتعمل فيه الحاجه قل يبقى انت نجحت، لو لقيت ان الوقت اللي بتعمل فيه التاسك بتاعتك زاد يبقى انت ما زلت مش قادر تتعامل مع التطوير بتاع الاي اي، لان هو الهدف الاساسي من الاي اي ان هو يوفر علينا جهد عشان يخلي البني ادم يقدر يبدع ويبتكر افكار جديده في مجال عمله، فده هيبقى مقياسك وانت شغال على الاي اي. يعني انا لخصت جزء صغير كده عن الاي اي. يعني الجزء اللي انا شغال بيه او الحته اللي احنا شغالين بيه في مجال الاي تي والكوميونيكيشن حته مور تكنيكال بزياده في مجال طبعا السكيورتي وتامين الشبكات وتامين الداتا عموما والانكريبشن بتاعها. فلو في اي حد عنده سؤال في الابلكيشنز او عن الاي اي مستعد طبعا للاجابه، لان حقيقي دكتوره نهله بصراحه كانت النهارده نجمه يعني قالت كل اللي ممكن واحد يقوله. ففي اي حد عنده سؤال؟ انا كده خلصت. انا بشكر حضرتك يا باشمهندس وليد، وان شاء الله تتكرر اللقاءات باذن الله، ولو حد عنده اي سؤال من الطلبه. وطبعا بشكر عبد الرحمن وكل الجروب اللي معانا. احنا بنشكر حضرتك يا دكتور ان حضرتك نورتينا. ميرسي يا عبد الرحمن وبالتوفيق ان شاء الله. بنشكر اي حد عنده اسئله يا شباب؟ اي حد عنده سؤال؟ طيب احنا طبعا بنشكر المهندس وليد طبعا على المعلومات اللي هو قالها لنا، فشكرا جدا ليك يا فندم انك نورتنا. متشكر جدا يا عبد الرحمن، ميرسي بالتوفيق لكم جميعا، ومتشكر للحضور كلهم. متشكر جدا. مارينا عايزه تقولي اي حاجه؟ شكرا لكم على حضوركم، واستنونا في ورك شوب هنعمله قريب. بس دي كانت عايده لازم بس تنهي معانا يعني. تمام، مع السلامه. مع الف سلامه، شكرا جدا. شكرا لكم على حضوركم، واستنونا في ورك شوب هنعمله قريب.